السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الحلقة ديال اليوم. بناء على طلب المشاهدين غادي نتحدثوا على الأواني المطبخية المصنوعة من الجرانيت، وغنشوفوا شنو هي المميزات ديالها وطرق التعامل معها، وأيضا كيفاش يمكن نشريوها بشكل جيد. قدامنا كتشوفوا مجموعة من الأواني المطبخية متعددة الألوان، كتشوفوا متعددة الاستعمالات، يعني كاين الكسكاس، كاين الكاسرونات، كاين الكوكوط، الطاوات، الطنجرة والمقالي بألوان مختلفة وأشكال مختلفة. فقط العامل المشترك بيناتها وهي أنها كلها مصنوعة من الجرانيت. السؤال الأول توصلنا به كان هو: ما هو الفرق بين الأواني ديال الجرانيت والأواني ديال الألمنيوم والإينوكس على المستوى الصحي؟ الجواب هو: يجب تفادي الأواني المصنوعة من الألمنيوم لأسباب صحية، فمادة الألمنيوم غير صحية نهائيا. كل ما قدرنا نتفاداوها في الاستعمالات ديال الطبخ كل ما كان أحسن. بالنسبة للجرانيت والإينوكس فهما بحال على المستوى القيمة الصحية ديالهم، وكتبقى الجودة على المستوى الصحي كتبقى للأواني مصنوعة من الطين، بحال الطاجين المغربي مثلا، فهو صحي، الطبخ عليه صحي، ما عندوش أضرار. السؤال الثاني كان هو: بماذا يتميز الجرانيت على الإينوكس؟ الجواب هو أن أواني الإينوكس إجمالا إينوكس كتكون عندها مدة صلاحية أكبر، مع احترام أنكم تختاروها من ماركة ذات جودة عالية. تقليد يجب تفاديه، يعني إذا غتشري الإينوكس خذوا من الماركة العالية الجودة، ولكن الأسعار ديالها في السوق كتكون مرتفعة أكثر من الإينوكس، ولكن يجب الحذر معها لأنها سريعة الاحتراق والالتصاق، يعني الماكلة كتحرق فيها بسرعة وكتلصق فيها مما يجعلها صعيبة على مستوى التنظيف. أما أواني الجرانيت فهي مقاومة للالتصاق، وهذه هي الميزة الأساسية ديالها، وبالتالي كتكون سهلة بزاف في عملية التنظيف. هنا مع الحديث عن عملية التنظيف غنتوقف شوية وغنقول لكم أنه عند تنظيف الأواني ديال الجرانيت يجب تفادي استعمال هذا وهذا وهذا، هاد ثلاثة أشياء، يعني استعمال منظفات اللي هي خشنة يجب تفاديها. يمكن لك تستخدمي الحلفة العادية أو الحلفة اللي كتكون مصنوعة مع البورج، يجب تفاديها. علاش؟ غنقول لك علاش وغنوريه لك عمليا. غنوريك على مستوى الطنجرة الصفراء اللي كانت هي إحدى أول الأواني إينوكس اللي خديت، وبالتالي تعلمت منها تفادي الأخطاء. هنا كلها مجروحة لحقاش في الأول كنت كنطفها بالجيكس، دونك جيكس مضر ليها. شوف، دونك هذه أول حاجة بالنسبة لعملية التنظيف. السؤال الثالث كان هو الأهم: كيفاش يمكن لي نشري أواني ديال الجرانيت بحيث أنني نشري أواني اللي هي مزيانة؟ أول حاجة وهي مراقبة الملمس ديالها. غنوريك نموذج. مثلا غناخد هاد المقله، ملي تبغي تشريها كدوز يدك بحال هكذا، خصك تلقى الملمس ديالها يكون ناعم، يعني ما تكونش فيه حبيبات. هذيك الحبيبات معنيتها انها ماشي جرانيت مزيان. نفس الشيء بالنسبه للكاسرون، الملمس مهم. تدوز يدك ما تلقايش حبيبات. يقدر يكون خشن، لان كاين الجرانيت الخشن ولكن ما يكونش فيه حبيبات. جرب على مستوى الكسكاس ايضا. دونك هذه اول حاجه يجب مراعاتها عند شراء اواني الجرانيت، وهي الملمس. ثاني حاجه وجود عازل حراري اللي كيمنع وصول الحراره من اناء الطبخ الى المقبض. مثلا غنوريه لك هنا، مثلا في هذه الكاسرونات ها هو هنا كاين عازل حراري ما بين الكاسرونه والمقبض ديالها، وبالتالي كيمكن لي نحملها بكل سهوله لحقاش الحراره ما كتحصلش ليها. هنا ايضا مثلا كاين عازل حراري ما بين الطاوه هنا والمقبض ديالها،
يمكن لي نحملها بكل سهولة. هاد الطاوة أيضا كاين عازل حراري. جميع الأواني خص يكون فيها عازل حراري. شوفوا الكسكاس أيضا، ها هو هنا كاين عازل حراري ما بين إناء الطبخ والمقبض. ضروري مراعاة وجود هذا الشرط هذا. ومرة أخرى في الطاوة هنايا مثلا ما كاينش عازل، مقبض متصل مباشرة بالإناء ديال الطبخ، وبالتالي ما كيمكنلكش تهزها الا كانت سخونه. ضروري استعمال توب او شي حاجه. دونك هذه ايضا لابد من مراعاتها عند شراء اواني ديال الكرانيت. ثالث شيء ايضا يجب مراعاته هو الاسم المكتوب. ملي غتشريه، وغنوريك النموذج هنا بالنسبه للكوكوط. هنا مثلا بالنسبه للكوكوط ملي تبغي تشريها تشوف الاسم. هاد الاسم اللي عندك هنا عندي مثلا اكور، خص نفس الاسم اللي كاين في اللافته اللي معلقه فيها وفي الكتاب نفسه يكون هنا محفور. نقلبها اكور، يكون محفور على الاناء. نوريكم واحد باقي عندي الورقه ديالها باش تشوفوا الفرق. كاين اللي غتلقاو هنا اسم، وملي غتقلبوا الاناء من التحت غتلقاو اسم اخر. دونك حرصوا على الاسم يكون نفسه اللي مكتوب في الورقه المعلقه بالانيه، نفسه يكون في محفور في الاناء نفسه. تحدثنا على التنظيف وقلنا يجب مراعاة استعمال منظفات اللي هي رطبه. نفس الشيء ملي تكون كطيب وكتبغي تحرك الاكل ديالك، ما تستعملش مثل الاونيه مثلا، هذه لا يجب استعمالها، او هذه مثلا ايضا لا يجب استعمالها، ولكن خصنا نستعملوا هادو ديال السيليكون باش ما يجرحوش، او مثل هادو ايضا باش ما يجرحوش، او هادو ديال الخشب مثلا ايضا باش ما يجرحوش الاسفل ديال الاناء اللي كطيبي فيه. بالنسبه للاغطيه اما زجاج اما من الانوكس. دونك انا الاواني اللي كنت شريت في الاول كانوا من زجاج. الكسكاس ايضا كنت خديته من زجاج. هو مزيان ما فيه حتى اشكال، صوف انه قابل للكسر، وبالتالي خصك تتعامل معاه بحذر. هو من الافضل الا غتشري خدي اغطيه ديال الانوكس بحال الكوكوط كي كتشوفوا، خديت لها غطاء ديال الانوكس. دونك هنا تحدثنا على التنظيف، على التحريك. وبغيت نهضر لكم مثلا على الكسكاس. الكسكاس عنده بعض الخصائص اللي زوينه في الجرانيت. في الكسكاس العادي مثلا كنحتاجوا اننا نديرو هنايا توب كنسميوه القفال باش ما كيخرجش الهواء. في هذا ديال الجرانيت فهو مزود هنايا بواحد البلاستيك اللي ملي كنحطوه كيمنع تسرب الهواء الى الخارج. ونفس الشيء بالنسبه للغطاء ديالو، كله هنايا عنده واحد حاجز بلاستيكي ملي كنحطوه ما كيتسربش الهواء، عنده فقط هذه من كيتنفس. كنصحكم تاخذوا الكسكاس ما غتندموش عليه. هو الكوكوط. اجمالا كانت هذه هي اهم النصائح والمعلومات اللي كنت باغا نشاركها معكم حول الاواني الجرانيت. وشخصيا كنصحكم يعني اذا كنتم مقبلين على شراء اواني المطبخ اختاروا الجرانيت لانه عملي جدا، كيصبر وسهل في التنظيف ديالو. رمضان جاي وكلنا غادي نحتاجوا الكوكوط وكوكوط ديال الحريره، يعني خذوا ديال الجرانيت راه مزيانه والاثمنه ديالها مناسبه في السوق. مثلا ديال 6 لتر كدير 600 درهم. انا خديت ديال 8 لتر كدير 750 درهم. ما تندموش عليها، فقط احترموا الامور اللي شفناها ملي تكونوا غتشريوها. راقبوا دوك الاشياء اللي قلنا خصكم تراقبوها. اذا في ختام الحلقه ديال اليوم شكرا لكم على المتابعه.
ما تنساوش ديروا لايك الحلقه ديال اليوم وتشاركوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا تنساو الاشتراك بالقناه باش توصلوا بكل ما هو جديد. خليوا لنا اي تعليقات عندكم، اي مقترحات، اي ملاحظات فيه مرحب بها. ورمضان كريم للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نتلاقاو في حلقه مقبله ان شاء الله من حلقات مطبخ الهواة مع سميرة. الى اللقاء، السلام عليكم.